حبايبي عاملين ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة بقى أنا مش عارفة أعمل ايه، قلت نعمل مسقعة. عندي بتنجلاية واحدة اهي، لقيتها في التلاجة على كام قرن فلفل، في رومي وفي حامي. فقلت ايه، نعمل معاكم طاجن المسقعة ده. هجهز الحاجة بقى كده وارجع لكم. هنا فرمت قطعت فلفل ضرومي، وهنا برضو فرمت صغير كده قرنان فلفل حار اخضر على احمر. هنا بصلايه، وهنا ايه معلقه توم كبير. هننزل بالتوم. هنا انا حطيت بقى معلقه سمنه بلدي على ايه معلقه زيت. التوم الاول، اول ما ريحتها تطلع كده هنزل بالبصل، مخليهاش تحمر قوي عشان ما تتحرقش. التومه هي ريحتها طلعت قبل يعني ما تصفر كده، هنزل بالبصل. نزلت بالبصله، بصله كبيره حلوه كده، قلبها شويه وننزل بالفلفل. يبقى طعمها جميل ان شاء الله، تعجبكم باذن الله، تجربوها تعجبكم. هنزل بالفلفل الرومي عشان بس هنا البصله ما تحمرش، تدبل بس. مع الفلفل الحامي هتبقى ايه مشطشطه. هي كده المسقعه ما تحلوش الا بالفلفل الحامي. انا نسيت اقول لكم بقى على البتنجال، ما تاخدوش اللي هي تقيله، اللي تلاقوها مكوره قوي دي، تاخدوا الخفيفه، تخبطي عليها كده تلاقيها خفيفه وتبقى مطاوله شويه كده، متبقاش مكوره قوي. هنزل بمعلقه معجون الطماطم، او لو ممكن معلقه، لو المعلقه صغيره خليهم معلقتين. قلبها وهننزل بالطماطم بقى ايه اللي انا ضربها في الخلاط. انزل بالطماطم، بس هي انا مفرزاها هنا القطه دي، بس ما لحقتش تفك بقى، هتفك من السخونيه ان شاء الله. خلاص التسبيكه اتسبكت اهي. انزل بس في الطاجن كده بحبه، نفرشهم. البتنجال هم بقى قليتهم، هننزل بيهم كده. انا ظابطه الملح وظابطه كل حاجه، انزل بيهم كده. هي واحده بقى قليله، فقلت نعملها النهارده للغدا وخلاص، احنا نفرين اتنين يعني مش كتير. نزلت بيهم كده. هنزل بقى ببقيه الخليط عليها كله وندخلها الفرن. هي ما تاخدش في الفرن كتير، 10 دقايق، عشان هي كل حاجة مستوية، تاخد بس وش. هدخلها بقى الفرن. طلعت تحت الفرن، تاخد بس الفرن يسخن، واروح مولع على الشواية تاخد لون بس كده ايه واطلعها. شايفين الشكل روعة ازاي؟ شكلها جميل. ادوقها معاكم بقى.
هي ايه دي عايزة بقى؟ عايزة عيش من المفقع الحلو ده، يبقى طعمها معاه ايه؟ جميل. هدوقها كده معاكوا اكيد هتبقى ايه نار. مم. طعمها جميل لذيذ والله، جربوها ان شاء الله هتعجبكم. لو عايزين تحطوا فيها بطاطس حطوا، عايزين تحطوا لحمة تمشي برضو باللحمة، بس انا عاملاها كده اكلة اقتصادية كده ما فيهاش لحمة ولا حاجة. ما تنسانيش بقى في الاشتراك في القناة عشان تشوفوا معايا كل جديد. اشوفكم على خير ان شاء الله.